الجاذبية. ايه اللي بيخلي بعض الناس جذابة اكتر من ناس تانية؟ هل الجاذبية حاجة بتتوقف على الجينات او ان شخصياتنا وطريقتنا هي اللي بتحددها؟ ده اللي هنحاول نتعلمه مع بعض في درس النهاردة. اهلا بيكم مرة تانية. الجاذبية، ازاي تكون شخصية جذابة؟ موضوع مثير جدا لاهتمام ناس كتير مننا. ايه اللي ممكن يخلي شخص جذاب اكتر عن شخص تاني؟ في حاجات معينة لأي شخص ممكن انه يعتبرها جزء من سلوكياته او جزء من تصرفاته هتزود من جاذبيته جدا. لكن في درس النهاردة هنتكلم عن حاجات ممكن نعملها بدون وعي مننا، حاجات كتير بنعملها على أمل إنها تزود من جاذبيتنا، لكنها في الحقيقة بتقلل من جاذبية الشخص وبتبعت رسائل غلط للأشخاص اللي حوالينا. رسائل بدل ما تجذبهم لينا ممكن جدا تقلل من جاذبيتنا وتخليهم يبعدوا عننا. أول حاجة، التركيز على المظهر بشكل زايد عن الحد. صحيح المظهر مهم جدا في علاقتنا، لكن لو أنت بتركز على مظهرك بشكل زايد ده هيكون ليه تأثير سلبي على جاذبيتك بشكل عام، أو ممكن كمان يقلل من جاذبيتك. طبعا الطبيعي والصح إننا نهتم بمظهرنا، بس لازم تكون واعي إن مظهرك لازم يكون مناسب للوقت أو المناسبة اللي انت فيها. ده هيخلي نظرة الناس ليك نظرة منطقية، نظرة معقولة وكمان مقبولة، هيخليك جذاب جدا لكل اللي حواليك. لكن التركيز أكتر من اللازم على مظهرك ممكن يخليك تعتمد أو يزرع جواك إنك بتعتمد على المظهر الخارجي بدل من الجوهر. تخيل معايا كده إنك موجود مع شخص كل شوية يراجع مظهره قدام المراية، كل شوية يحاول يتأكد من لبسه، يحاول يتأكد إن شعره مترتب بشكل كويس. تكرار حاجة زي كده مزعجة جدا لكل اللي حوالينا، ولو انت فاكر إن دي حاجة هتزود من جاذبيتك اسمح لي أقولك إن طبعا ده غير صحيح، لأنك ببساطة هتخليهم ينفروا منك، ودي حاجة هتجيب نتيجة عكسية لتوقعاتك وهيقلل من جاذبيتك جدا. الخطأ الثاني، البعد الزايد عن اللازم. الاعتماد على النفس شيء صحي جدا وإيجابي جدا، لكن إنك تتصرف وكأنك مكتفي بنفسك مش محتاج أي حد مطلقا ده بيقلل من جاذبيتك جدا. مش بس بيقلل من جاذبيتك، كمان ممكن التصرف بالطريقة دي يخلي الناس تنساك من الأساس. إحنا كبشر بنميل دايما إننا ننجذب أكتر للأشخاص اللي إحنا عارفينهم. معرفتك بالشخص هي اللي بتكون العلاقات، وواحدة واحدة العلاقات بتتطور وتصبح انجذاب. طبعا لازم دايما يكون في حدود في التعاملات. الطبيعي اننا بنتعامل مع كل الناس اللي في البيئة المحيطة بينا، عشان كده لو انت عايز تكون شخص جذاب للي موجودين في بيئتك المحيطة ما ينفعش انك تنعزل تماما عنهم، لازم طبعا تتعامل معاهم. في كل مرة هتشوف حد انت تعرفه لازم طبعا تقابله بابتسامة لطيفة وكمان تسلم عليه. كل ما بقيت شخص معروف بطريقة معينة في البيئة المحيطة بيك كل ما زادت جاذبيتك. الخطأ الثالث، القرب الزايد عن اللازم. طبعا مش معنى كلامنا في النقطة اللي فاتت لما اتكلمنا عن كون البعد الزايد أو الانعزال ده خطأ كبير جدا وبيقلل من جاذبيتنا إن ده يكون معناه القرب الزايد عن اللازم. مش معنى إن كونك معروف أو مألوف في البيئة المحيطة بيك ده هيزود من جاذبيتك. ده هيكون معناه إنك تكون موجود أو ملازم ليهم بشكل دايم، أو إنك تكون قريب بشكل زايد عن الحد. القرب الزايد عن الحد بيتشاف نفسيا على إنه تشبث أو تعلق، بيتشاف على إنك ببساطة أنت اللي محتاج العلاقة دي. نفسيا القرب الزايد عن الحد بيتشاف على إنه تشبث. التشبث معناه بكل بساطة احتياجك أنت للعلاقات دي. احتياجك الدايم ده بيترجم ببساطة عند الغير على إنه انعدام للأمان، لأنك ببساطة حسست الكل باحتياجك للعلاقات دي، وصدقني دي آخر حاجة أنت عايز توصل لها لو عايز تزود من جاذبيتك، لأن بالطريقة دي هتتفاجئ إن الكل بينفر منك وبيبعد عنك. الرغبة في تكوين علاقات شيء غريزي ومفهوم وإنساني، لكن بالطريقة دي الكل هيحس باحتياجك أنت للعلاقة وبالتالي هينفر منك. الخطأ الرابع، اللطف الزايد أو الود الزايد. اللطف أو المرح شيء جميل جدا ومش خطأ تماما، لكن المبالغة في التودد واللطف مع الشخص اللي انت عايز تبني معاه علاقة ده خطأ كبير جدا، وبرضه هيجيب لك نتيجة عكس اللي انت منتظرها. هيقلل من جاذبيتك تماما لدرجة ان الشخص ده ممكن ينفر منك ويبعد عنك. في فاصل أو خيط رفيع بيفصل بين الود والتودد. المبالغة في الود أو التودد بيوصل إحساس للطرف الثاني ان كل توددك
ما كانش بهدف إنك تبني علاقة صحية، بالعكس بيحسسه إن كل ده نفاق ومش حقيقي. لكن الود الصادق حتى ولو كان بسيط أو حتى ولو كان صعب عليك إنك تظهر حاجة زي كده، ده بيوصل وبيأثر، وصدقني ممكن جدا الطرف التاني يحس بيك ويتفهم موقفك، وكمان يفسرها على إن دي طبيعتك، وبالتالي هيوصل له إحساسك، هيثق فيك، وطبعا كده أنت بتزود من جاذبيتك بشكل كبير جدا. كمان لازم تكون انتقائي، بمعنى إنه أنا مش مطلوب مني أتقرب للجميع أو أتودد للجميع، أنا بس بوصل إحساس الود للأشخاص اللي أنا مهتم بيهم أو مهتم بوجود علاقات إنسانية صحية بيني وبينهم، لكن الجميع خطأ طبعا ومستحيل. الخطأ الخامس، الثقة الزايدة بالنفس. قبل ما تتسرع وتفهمني بشكل خاطئ، طبعا كلنا متفقين إن الثقة بالنفس شيء جذاب جدا، وطبعا ضعف الثقة بالنفس بيقلل من جاذبيتنا بشكل كبير. لكن ساعات كتير لو تعمدنا إظهار ثقة زايدة بالنفس، ممكن تصرفنا يظهر على إنه نوع من الأنانية أو إنه يخلي اللي حوالينا يبعدوا عننا. ساعات كتير الثقة الزايدة بالنفس لما بتترجم بشكل خطأ على أرض الواقع بتبني حواجز بينك وبين اللي حواليك، وبتخلي التواصل أو الوصول ليك شيء صعب جدا. الثقة بالنفس لو اترجمت على أرض الواقع بشكل متوازن، لا هي ضعيفة ولا هي ثقة زايدة عن الحد، بيكون شيء جميل جدا، وبيخلي كل اللي يتعامل معاك حاسس براحة، حاسس إنه على طبيعته وهو جنبك. لكن الثقة الزايدة بالنفس هتنعكس على كل اللي حواليك، هتخلي عندهم صعوبة إنهم يتعاملوا معاك. تخيل معايا إن وجودك مثلا عامل قلق لكل اللي حواليك، حاسين بالقلق من وجودك، مشغولين بمظهرهم، يا ترى عامل إيه، بشرتهم، شعرهم، كلامهم، حاسين دايما بالقلق في وجودك. تفتكر دي هتكون بيئة مريحة ليهم؟ طبعا لا. وبدل ما انت بتتصرف بثقة بنفسك عشان تزود جاذبيتك، النتائج كانت عكسية. الأفضل طبعا والصحي والسليم هو الاعتدال. كمان الثقة الزايدة بالنفس ممكن تخليك تحس ان العيوب سواء كانت فيك أو في غيرك شيء خطير جدا ومش مقبول. العيوب شيء إنساني جدا، وكلنا عندنا عيوبنا، وساعات كتير العيوب هي اللي بتكون مميزة للشخص أكتر من مميزاته. الخطأ السادس، الكسل أو انعدام الهدف أو الحافز. الشخص اللي بيحب نفسه، اللي بيهتم بنفسه، فعلا هو الشخص اللي دايما بتلاقيه متمسك بعادات صحية أو سليمة. عادات صحية زي نظام غذائي سليم، نظام صحي، رياضة، العناية بالبشرة، العناية بالشعر، بالمظهر، وغيرها كتير. لكن مع الأسف في نوع من الناس بتلاقيه ما عندوش أي عادة صحية في حياته، ولا عنده أي دافع إنه يعمل أي شيء مفيد. العادات الصحية اللي ذكرناها من ثواني مش بس أنت الشخص الوحيد المستفيد منها. ببساطة بناء على علم النفس، إن الشخص يتمسك بعادات صحية في حياته ده معناه إنه شخص بيتمتع بدرجة عالية جدا من حب الذات، ودرجة عالية أكتر من إحساسه بالرضا عن نفسه، وطبعا ده هينعكس على كل اللي حواليك. طبعا عدم وجود عادات صحية أو عدم وجود الدافع أو الحافز ببساطة في حياة الشخص معناه إن الشخص ده درجة حبه لنفسه أو درجة رضاه عن نفسه درجة قليلة جدا، وطبعا ده هينعكس برضه على كل اللي حواليك. دايما الشخص اللي ما عندوش دافع أو ما عندوش طموح مش بس بيضر نفسه، كمان بتلاقيه زي العبء على كل اللي حواليه، وطبعا ده بيقلل من جاذبيته جدا، لأنه ببساطة الكل ممكن يبعد عنه. الخطأ السابع، قلة النوم. بصرف النظر إن قلة النوم بتخليك تحس بالتعب والإرهاق، ده كمان بيقلل من جاذبيتك، بيخليك مجهد، وشك مش مرتاح، كمان بيخليك عصبي بدون ما تشعر، ودي حاجة بتقلل من جاذبيتك وبتخلي التعامل معاك صعب جدا. في النهاية لازم نتعلم إن الجاذبية بتعتمد على الشخص، على تصرفاته، على سلوكياته، وممكن أصغر حاجة في شخصيتك يكون ليها تأثير كبير جدا على جاذبيتك. الخطوة الأولى إنك تتعلم إزاي تزود من جاذبيتك، كمان تتعلم إيه هي الحاجات اللي بتقلل من جاذبيتك. شاركنا في التعليقات، احكي لنا تجربتك بكل حب، مستنيينك تعلق، تضيف، تنتقد، تصحح، وما تنساش بعد ما تشوف الحلقة تضغط لايك، ولو انت مش مشترك معانا في القناة مستنيينك تشترك. في النهاية دمتم أصحاء وبخير.